مساء شريف على الجميع. قلت اطلع لكم المره دي بشكل مختلف عشان لو عجبكم يا رب يبقى. انا قعدت فتره كده ايام الكورونا يا رب يسبقني، بس يعني من باب التغيير شلتها، بس ممكن ارجع لها تاني. الفكره ان في سوء توزيع، دي حاجة. المفروض مع ده وزراعه الدقن يبقى فيه كمان زراعه شعر، يعني هيحصل. خلينا نتكلم في موضوع مهم شويه، وهو نقعد في مصر ولا نفضل في امريكا. السنه يعني السنين اللي فاتت ديت كان بيجي لي دايما اسئله الناس اللي في مصر عايزين يجوا امريكا، فبيقولوا لي احنا وضعنا ده في مصر في امريكا احسن ولا لا. كنت بقول كل واحد الكيس بتختلف من شخص لاخر، والنصيحه بتختلف من شخص لاخر، زي الدواء اللي بيديه دكتور بيختلف على حسب تشخيص من شخص لاخر. فخلونا نتفق مع بعض اتفاق بسيط. اللي احنا بنقوله دوت مش يخصك، هي از قاعده عامه ممكن ناس تناسبها وناس ما تناسبهاش. نقعد في امريكا ولا ننزل مصر؟ الاول تتوقف انت معاك ايه؟ معاك جنسيه؟ من حقك تنزل مصر تقعد فيها زي ما انت عايز وتيجي امريكا وقت ما تحب. معاك جرين لازم ما تقعدش بره امريكا اكتر من 6 شهور. معاكش جنسيه ولا معاكش جرين، معاك قضيه، اعتبر ان انت نزولك مصر او خروجك من امريكا مش سبيل انك ترجع تاني. طيب ليه بقى؟ ليه؟ يعني ليه ننزل مصر؟ او ليه نروح الخليج نكمل حياتنا هناك؟ او ليه؟ خلينا معترفين بنقطة كلنا شايفينها، وهي النظام بتاع إدارة الإميجريشن أو الهجرة في أمريكا اختلف في الفترة الأخيرة عن ما كان عهدنا عليه أو ما سبق من أزمنة فاتت في تعاملاتها واستقبالها للمهاجرين. ده يمكن عشان حصل تشبع من عدد المهاجرين في أمريكا بسبب مشاكل حصلت من بعض المهاجرين في أمريكا، استغلال بعض المهاجرين للمزايا في القوانين وفي الدساتير وفي المنح المزايا الأمريكية، يعني أسباب كثيرة. لكن في المجمل نزولك بلدك أو توجهك للمعيشة أنت وأسرتك في الخليج مثلا أو أي دولة ثانية لازم تحط في الاعتبار إن أنت تحركك أو بقائك في مكاسب فعلا. كل واحد بيختلف، خلينا نعترف ان كل واحد بيختلف. اللي بيقعد في امريكا بيكتسب مزايا كتير، وبيبقى فيه في المقابل الواجبات اللي عليه من ضرائب، من مصاريف، بالذات في ولايات غاليه زي كاليفورنيا، من اسباب كتيره جدا تكون ضاغطه. هي المعيشه كمان في امريكا فيها ستريس، يعني انت لو مش هتقدر تستحمل يا ما تجيش يا ما تكملش. لكن في مزايا كتيره، يعني انا واحد من الناس شايف ان في امريكا في عداله قويه جدا، في امتيازات زي الامان، طبعا مفيش حاجه مطلقه يعني بس بنسبه كبيره. حريه الراي، يعني دي مهمه جدا. من ضمن المزايا يعني الطموح او الاحلام اللي انت بتنويها بتتحقق. من المزايا اللي انا شايفها برضه كويسه جدا ان انت لو وقعت تقدر تقوم. يعني دايما يقول لك امريكا ابس اند داون، ابس اند داون معناها ان انت تبقى فوق وتنزل تحت، ولكن من السهل ان انت تطلع تاني. في دول كتيره جدا في العالم لو وقعت وقعه مش هتقوم منها، لكن في امريكا ممكن تقوم وتقع وتقوم لان السوق مفتوح، وممكن تسقط او تفشل في مشروع وترجع تاني تفتح مشروع تاني، يعني في فرص كتيره. فلازم تحط في الاعتبار لما تيجي تاخد قرار، سواء بقائك في امريكا او رجوعك لبلدك او ذهابك للخليج للعمل، اذا كنت جاي من الخليج قبل كده وشايف الوضع افضل، حط المزايا في البقاء على اليمين والعيوب على الشمال. حط المزايا في الرجوع لبلدك على اليمين والعيوب على الشمال. هل مثلا لو انت رجعت ولادك هيلاقوا مستوى تعليمي زي اللي هما بيدرسوه هنا؟ هتلاقي انت فرص شغل متوفره زي اللي هنا؟ هتلاقي امان استقرار اسري هناك زي هنا؟ انا ما اقدرش اقول لك لا، انت اللي تقدر تجاوب على الاسئله دي. بس القرارات المصيريه اللي زي كده محتاجه دراسه كويسه،
محتاجه طبعا صلاه، محتاجه يعني حكمه وافراز، لكن في الاولويه بتاعتك ما تبصش نفسك. انا والله مش مستريح من هذا النص. انت بيبقى معاك، لو انت اب الاسره بيبقى معاك قطيع او مجموعه من اسرتك، افراد يعني، لازم تاخد رايهم ولازم تفهمهم. يعني مش عشان اطفال صغيرين تقول لهم يلا بينا نلم الشنط وننزل او نروح كذا، لا. في دراسه يا اولاد انتوا بتدرسوا كذا هنا، فهنروح لمكان تاني ممكن يكون مستوى احسن او اقل، المستوى الصحي. انتوا هنا بتتعالجوا بالشكل دوت، هناك هيبقى العلاج بشكل مختلف، احسن او اوحش. فلازم تدرس الموضوع مع اسرتك، زوجتك واولادك. القرار مصيري، قرار مصيري. الاهم من ده كله بقى، الاهم من ده كله هو انك ما تبنيش قرارك على فتره حاليه. يعني الفتره دي في ازمه عالميه مثلا، الفتره دي في توجه ضد المهاجرين، او مش ضد المهاجرين، قوانين جديده للمهاجرين ممكن ما تكونش مريح قبل، بس ممكن تختلف، ما اختلفت قبل كده. يعني المهاجرين دول يعني وضعهم بيختلف على حسب قوانين الدستور ورئيس الدوله اللي بتحكم في فتره معينه. ففي فترات رئيس الدوله والحكومه والكونجرس بيشوفوا ان لا نقلل من المهاجرين، وفي مرحله ثانيه نستقبل المهاجرين، تختلف. فما تبنيش على قرارك على الوقت الحالي، شوف ما سبق من خبرتك في الحياه في البلد ديت، وحط الاكسبكتد او الاكسبكتيشن اللي هو توقعاتك للمستقبل. يعني انا شايف ان ممكن بكره يكون اسوء من النهارده، لا بكره ممكن يكون احسن من النهارده. بناء على نظرتك للماضي والمستقبل في الحاضر تقدر تاخد قرارك، تقدر تبني عليه قرارك انت واسرتك. ربنا يوفق الجميع. اتمنى من كل قلبي يعني القرارات المصيريه ديت ما تتاخدش كده يعني في لحظه او بناء على ضغط او موقف حصل، تاخد بهدوء. انا مش مع بقائك في امريكا لو انت حاسس ان انت مش لاقي فرصه، ومش مع رجوعك لبلدك لو انت كنت في وضع افضل من هنا. انا مع التركيز والدراسه والحكمه والاستناره في هذه القرارات المصيريه. ممكن ترجع بلدك الوضع اللي انت كنت عليه قبل كده مش هتلاقيه تاني، وممكن تكمل في البلد دي تقاوح شويه فتفتح لك سكه تلاقي منها مخرج لطموحك واحلامك واهدافك وكل حاجه. ربنا يكون مع الجميع. في الاخر اخد رايكم تاني، اخلي الدقن ولا بلاش؟